اهلا بيكم اولى حلقات بودكاست القلعه الحمراء. هنا اولى الحلقات معانا بين مغرب، بين شرقي، بين قلبي، لكن هو دلوقتي بين اهلي. اشرف، مساء الفل وكل سنه وانت مساء طيب. الفل كابتن سيد، عامل ايه؟ اهلا بيك. ربنا يخليك. يعني اللي على يميني واللي على شمالك انت دلوقتي ده كان حلم كل الناس. يمكن هديك خلفيه تاريخيه كده قبل ما نتكلم بقى في تفاصيل الحلقه. عندنا الاهلي 1911، اول فرقه كره للاهلي كانت 1000، او الاهلي 1907. اول فرقه كره للاهلي كانت 1911. اوكي. يعني كلهم كان نفسهم، امنياتهم، حلمهم. كان ممكن يبقى الموضوع يبقى صعب قوي بالنسبه لهم، لكن دلوقتي احنا في اداره التنفيذ. بعد 4 سنين من دلوقتي يعني هتلاقي اولى المباريات اللي بتتلعب. انت عندك سنتين ونص، سنتين ونص ان شاء الله يجددوا لك بقى ان شاء سنتين الله. كمان ان عشان شاء تلعب اول الله مباراه هنا يعني. طبعا ان شاء أوكي. الله. انا كان نفسي وامنيه حياتي ان انا اشوف نهائي افريقيا مثلا على استاد النادي الاهلي، الاستاد الخاص بالنادي الاهلي. انت عارف احنا خدنا حوالي 12، مش صح. حوالي، احنا خدنا أيوة. 12 لقب، صح. كلها ما بين استاد القاهرة واستاد الكلية الحربية واستاد برج العرب. لكن ان شاء الله هنعيش بإذن الله ونشوف هنا نهائي افريقيا وكون موجود يا اشرف، ان شاء الله ونلعب النهائي ان شاء الله. وتلعب النهائي ان شاء يا الله الله. بإذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عايزين نخش في تفاصيل بتاعتك انت. اوكي. سيب نفسك خالص بقى، ما تبقاش متنشن ولا حاجة خالص. خلاص. مش هنخش في حاجات ما تخافش عليها يعني. لكن الطفولة ايه؟ مين اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي، زي اي بني ادم تاني. اتولد في مدينه تازا، من نواحي مدينه تازا. وترعرعت في مدينة فاس، وكانت بدايتي هناك مع المغرب الفاسي، مع الناشئين. بديت معاهم تقريبا وكان عندي 11 سنة، وبعدين رحت على كازابلانكا الوداد، وبعدين رحت على الهلال وفرنسا، يعني وفروق كثيرة الحمد لله. والحمد لله يعني الآن أنا معكم في نادي الأهلي. معانا ومعاك كمان على طول. معنا. طب العيلة ايه؟ ترتيبك في الأسرة، الأول، التاني، الكبير، الصغير؟ أنا أصغر واحد يا كابتن. أصغر واحد. انتوا كام؟ أصغر واحد. عندكم قد ايه؟ عندي 3 أخوات بنات، اوكي. وعندي 2 أخواتي كده كبار تعرف مني. احنا كام؟ كم؟ ادي رقم كده. يعني أنت في الجيل بتاعك يعني مثلا تقول 7 8 كده. طيب قوي. طيب. احنا بنحقق ارقام عندك قياسية. فرقة كده في البيت؟ انا عندي فرقة بالاحتياط 3. فرقة احنا 14. انا العاشر. كم؟ 10 12؟ انا 14. احنا 14. 14 ما شاء الله. بالتغييرات. ما شاء الله. يعني أنت ما تجيبش أصغر جنب. واحد ولا أكبر لا واحد؟ انا العاشر. انت انا ما العاشر. شاء انت الله. عندك 3 بنات 3 بنات و2 اخوات. صبيان، يعني انتوا 6. 6. انتوا 6. اوكي. احنا كده في مجموعة ترتيبك 8. ايه بقى في العيلة؟ كيف يعني؟ ترتيب الاكبر، الاصغر، أه الثالث، الرابع؟ انا الاخر وانا اصغر واحد. في عندي واحدة اخت واكبر مني شوية، وعندي اخت كمان اكبر منها شوية، وعندي اخويا جاي بعديها واختي، وعندي الاخ الاكبر اللي هو اول واحد. في الكورة يعني حكمة ربنا، يعني بتبقى، بحس ان معظم لعيبة الكورة بتبقى من اسر متوسطة، وده مش عيب يعني. احنا كده، انا كده يعني. صح. تمام. بتحس ان في مسؤولية على لعيب الكورة ده، من حيث مثلا ممكن يغير من حياة الناس اللي معاه، من حياة الأسرة البسيطة اللي موجود فيها، حياة اخواته. انت كنت نفس الكلام ولا الامر كان مختلف عندك؟ لا طبعا. اي لاعب بيعدي من مراحل، واي لاعب عنده مسؤولية. يعني اول شيء بيفكر فيها اللاعب انه يؤدي اي حاجة واي واجبات البيت بتاعه، حتى ولو الحمد لله يعني مش عايزين ومش ما عندناش يعني. بس في الاخر ده بيدل على انك كرة القدم فيها مسؤولية، لأن في ناس بيتبعوك، عائلات بيتبعوك، الوالدين بتاعك بيتبعوك عشان تكون يعني في عينيهم يعني أحسن حاجة عندهم، فهمتي؟ يفتخروا بيك. ده أهم. دي مسؤولية بالنسبة لي أنا، دي أكبر مسؤولية أنا أتحملها. اشرف، اتكلمنا على دور اخوك، هو اقرب واحد ليك، آه, الاكبر ده. يعني دور أخويا هو يعني أي حاجة يعني أفكر أعملها لازم أرجع له.
طبعا. كويس. اوكي. لانه هو اول شيء طبعا احنا خدت عندنا رايه في الاهلي؟ لا، في كل حاجه، كل حاجه. في كل حاجه يعني. اي حاجه اروح اعملها، لان هو اكبر مني سنا. واحنا أوكي. عندنا في العائله لما يكون عندك اخ اكبر منك او شيء اكبر منك، حتى ولو انت كنت مع مين، ده حلو جدا الكلام ده. احنا عندنا في العائله يعني في احترام الاكبر منك. اوكي. طب ده دور الاسره، يعني اقرب حد ليك اخوك. اخويا صح. في نطاق الصحاب بقى، هو صحاب انا ما عنديش كتير صحاب. يا لا انا عندي واحد شغال معايا، اللي هو دايما بيكون بيلسع مع اخويا. اوكي. يعني كان اخوك اسمه ايه الاول؟ رشيد. 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 اوكي. لان ده اللي شغال معايا، مش معناتها يعني زي ما بيقولوا وكلاء اعمال، زي ما مثلا بيشوفوا مصلحتهم وكده. ده صاحبي قبل ما يكون وكيل اعمال. اوكي. يعني انتوا حاجه لجنه ثلاثيه كده. صغيره، لجنه ثلاثيه. وعندي صغيرة. واحد صاحبي ما ننساش كمان، اللي هو دايما معايا في البيت. يعني عايش معايا من زمان، يعني من تقريبا 7 سنين 8 سنين. ده صاحبي الوحيد اللي نقدر نقول لك اثق فيه وشارك معاه كل حاجه. طيب انت من النوع اللي بياخد قراراته بالعقل والمنطق، ولا فيها جزء منها في الاحساس؟ يعني مطمن لحاجه، مرتاح لحاجه؟ لا، هو شوف، انا الصراحه يعني بحاول اتعامل مع الناس كلها يعني باحترام، يعني سبونتاني كده، مش من يعني مش كيف بيقولوا بزوق في الكلام ولا عشان يحبني واحد. لا، ببقى على طبيعتي. اوكي. وانا في شخصيتي بحاول اخلي دايما علاقتي مع الناس حلوه وبعيده في نفس الوقت. ما بحاولش انني يعني. مش كل يوم تلاقيني مثلا خارج معاه، انت بتعمل ايه؟ لا، نروح القهوه، نروح نتعشى، انا بحب نبقى قاعد لوحدي، وما فيش حد يعني يمشيني من التركيز اللي انا ماشي بيه اليوم كله. لان في ثانيه واحده ممكن صاحبك يقول لك تعالى مثلا نروحوا هنا ولا نروحوا هنا، يبقى انت عندك بروجرام اليوم كله. يبقى مثلا ما ينفعش تقولوا لا، يعني عشان ما تكسبوش او لا عشان ما تحرجوش. يعني بخلي الديستنت اللي بيني وبينه عشان يبقى انا مركز في الشغل تاعي بس، مش اكثر. طيب حلو جدا. طيب يعني في انت قلت لي انت في المغرب الفاسي في البدايه. المغرب الفاسي صح. اوكي. من وانت عندك كام سنه؟ هو انا عندي تقريبا قول من هنا 10 سنين، كنت عندي 12 سنه كده. 12 سنه. مغرب الفاسي، بعدين الوداد على طول. وداد على طول. من 2016 تقريبا الوداد. 2000 في بدايه 2016 صح. 2016 2017 خدتوا منا اللقب طبعا بجول الواحد اسمه اشرف بن شرقي في برج العرب هنا. كنت موجود. ده ماتش كان على الاعصاب. كانت فاول. الكواليس دي من الماتشات دي بتلعب على الجزئيات. يعني انت لو ما يعني لو حاجه ما تعطتلكش في الماتش او ما اعطاكش حقك في الماتش، تلاقيها تركبت عليك وجات عليك جول. دي الحاجات اللي بتخلي يعني الاجواء الكوره موجوده في الملعب. الحكم وكمان جسامه في هناك في الوداد. الكارتي كمان لعيب كويس قوي الصراحه. الكارتي طبعا لعيب كويس قوي، كان ليه دور كبير في يعني احنا اللعيب الوحيد اللي كان عندنا وليد الكارتي ده، احنا ما نعرفوش بيلعب ايه. صحيح. تلاقيه في اليمين، تلاقيه في الشمال، تلاقيه في البوكس، تلاقيه في الدفاع. صحيح. في كل حته الدور بتاعه كان بيساعد اللعيبه كتير. في اي مكان كان مثلا لاعب، مثلا بقول لك انا بلعب في يمين، تلاقيني طالع هو جاي مغطي على المكان بتاعي من غير ما انت تقول له ولا حاجه. اللي بص لاشرف بن شرقي في 2016، يعني بص الخطوات اللي خدها، والنهارده في النادي الاهلي. كنت بتفكر في حاجه زي كده، ان انا ممكن اكون موجود بعد 6-7 سنين في النادي الاهلي، موجود في النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي، موجود في استاد او بنعمل بودكاست قدام استاد النادي الاهلي؟ كل حاجه ونصيب يا كابتن. على فكره من 2016 لما اخذنا دوري الابطال 2017 ساعتها ممكن انت تكون عندك المعلومه دي. كان في كلام انني نيجي الاهلي. طبعا انا كنت موجود. وبعدين انا ما اعرفش ايه اللي حصل. ساعتها انت عارف في المغرب العلاقات ما بين الناديين او لا. انا في الحته هذه ما بكونش عارف. انا بس كنت بلعب الكوره بس. كان عندي تقريبا 22 سنه. صحيح. 22 سنه
ما كنتش بعرف يعني حاجة اسمها يعني وكيل ولا انتقالات ولا شيء. كنت بفكر أول شيء أن نلعب كورة. دي الفترة بالضبط أنا كنت مذكرها، بس ما أعرفش اللي حصل بعدها صراحة. انت بتقول كل حاجه نصيب، هو ده صح وقتها، صح ده صح. وقتها. لكن اشرف يعني الخلفيه اللي عنده او اللي سايبها عند الناس، كل الناس بتحترمه، كل الناس بتقدره. مش واحد من الناس اللي بتاعت مشاكل ولا بتاعت ازمات ولا بتاعت خناقات خالص. ف احتفالك حتى محترم جدا في الهدف اللي في نادي الزمالك، والمردود حتى وانت قبل ما تيجي النادي الاهلي ما اعتقدش ان في حد ابدا اشتكى ولا حد اتكلم على اشرف في احتفال، في خناقه، في تواجد. انت طبعا هادي، يعني شخصيتك دايما هاديه هادي جدا. أنا. مم. دايما أي حاجة أعملها يعني بفكر فيها وأعملها بالهدوء. يعني مم. شوف كابتن سيد، الحب الناس ما بيشتريش. حلو الكلام. ماشي. يعني مم. هي أسهل حاجة أنك تتخاصم مع حد، بس أصعب حاجة أنك تكسب الناس. كلام جميل، كلام دي جميل. أصعب حاجة. كان تريزيجيه كلام معاك في قبل ما تيجي النادي الاهلي، اتكلمت معاه، خدت رايه واتكلمت معاه بشكل مثلا عن النادي الاهلي، دوره كان ايه او اتكلمت معاه ازاي؟ أول لقاء كان بيني وبين تريزيجيه أول ما جاء نادي الريان، اوكي. وحسن أنني عندي علاقة مع المصريين واللاعيبة المصريين. أنا أولا ما كنتش بعرفه شخصيا، اوكي. أنا لا عرفه ده كلاعب جميل، كورة، لاعب جميل، نجم شخصيه كبير. جميله. اه. طبعا وكانوا الناس بيتكلموا عليه قبل ما يجي الريان، بيقولوا لي لا، لاعب شخصية محترمة، ويعني بيعرف بيعمل ايه، وبيشتغل كويس، ويعني وشايف يعني انه ازاي يتعامل مع الحياة الكروية بتاعه، خصوصا انه لاعب في الدوريات الكبرى طبعا. اول يوم كان جانا للريان، يعني اول واحد كنت رحت له وقلت له محمود، انا موجود هنا، اي حاجة تحتاجها احنا اخوات، انا عشت مع المصريين واخرهم يعني سابق عليا، اوكي. يعني انا وانت هنبقى واحد، اي حاجة انا وانت فيها، كويس قوي. يعني انا موجود معاك هنا. بقى من اليوم ده بقى علاقتنا جت بسرعة قوي، كأنني اوكي. نعرفه من زمان. اوكي. يعني بمناسبه بقى تريزيجيه وكاس العالم للانديه، ده اول كاس عالم للانديه هتلعبه صح لا، كده؟ هيكون تاني ان شاء الله. انت لعبت مع مع الوداد الوداد في بتاع الامارات. بتاع 17؟ بتاع 17. 17. اوكي. يعني قدام ميسي ومعاك تريزيجيه، نجوم العالم كلها. لكن خليني ارجع شويه، انت كل الانتقالات اللي انت انتقلتها صدفت ان اول مباراه تلعبها او تشارك فيها تجيب فيها هدف؟ قبل كده حصلت قبل كده معاك؟ يعني انت اول مباراه قدام الزمالك جبت هدف، لكن قبل كده صدفت ان انت كنت لسه منتقل واول مباراه بتلعبها جبت هدف ولا لا؟ شوف، هي صحيح ان اول مباراة كنت بلعبها صراحة، يا اما نجيب جول يا اما نجيب اسيست يا اما نعمل اي حاجة من يا اول. ده طبيعي. انا ده طبيعي. اوكي. لا، مش من نوعية نستنى يعني نتأقلم ولا ناخد وقت عشان، لا، هو الملعب. احنا ما شاء الله لعبنا كورة كتير، يعني مش نقوله كتير كتير، يعني عندنا شوية خبرة وكده. هي الخبرة دي في الماتشات يعني، وخصوصا لما في اي فريق اروح له بيجيني فيه ماتش صعب. اوكي. كنت رحت الهلال، عندي اول مباراة ضد النصر، يا عيني. ديربي، اه. جبت جول. اوكي. اول ماتش لما رحت للريان ضد العربي اللي هو ديربي، اعطيت اسيست. اوكي. واول ماتش ليا هنا مع الاهلي ضد الزمالك، اول ماتش دخلت جبت جول. اوكي. هاي الاشياء هذه انا دايما بحاول انني يعني مش من نوعية اللعيبة انني نستنى نلعب واحدة واحدة لحد ما اخش في الجو. اوكي. احب يعني على بس طول. دي بتعتمد على الشخصيه برضه يا اشرف. مم. يعني في ناس شخصياتها بتاخد فتره عشان تخش في المود وتخش في لا، وخصوصا يا الاجواء. كابتن سيد، يعني لما تلعب مباراة زي دي الاهلي والزمالك، وانت عارف انني كنت بلعب في نادي الزمالك، يعني مم. الناس كلها طبعا مستنيين مستنيه. الاداء ومستنيين انك تعمل حاجة في الماتش ده. مم.
بس انت لعبت السوبر بتاع 3-2 مظبوط؟ دي كانت اول مباراه ليك ولا كنت جيت الزمالك قبليها بتاع 3-2 بتاع لا فايلر كنت بتاع جيت انا يا اول مباراه لي كان دوري ابطال، يعني اقصائيات دوري ابطال افريقيا، كان عندنا ماتش في برج العرب. وبعدين السوبر؟ بعدين وبعدين السوبر، السوبر السوبر بتاع 3-2 بتاع فايلر ده، ترجي اوكي، اللي انت في بنالتي مع حمدي فتحي ده، ايوه. مظبوط. طيب، طيب، لا احساسك الحقيقي بقى في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده، كان عندك احساس ان انت هتجيب جول؟ كنت محضر ان انت حتى لو جبت جول مش هحتفل؟ يعني كنت محضرها في دماغك ولا هي وليدة اللحظة كده؟ صراحه يعني صح، انا كنت حابب اجيب جول، اوكي. لان انا الحين بنتمي للنادي الاهلي. ده ما يخلينيش انني لما نجيب جول ما نحتفلش، معناتها انني يعني في حاجه ولا لا. طبعا. انا جبت جول او ماشي، بس الاحتفال اللي انا ما عملتوش ده بيرجع الناس اللي كنت بقابلهم بره وكده كلهم بيشكروني، كلهم بيقولوا لي يعني احنا بنحبك كمان حتى ولو انت رحت الاهلي. ده حب الناس زي ما قلت لك في الاول، ده حب الناس ما ينفعش انت تخسره. صحيح. فهمت؟ مش ده بيخلينيش ان انا ما اعملش شغلي. فهمت؟ يعني في الشغل شغل وحب حب. طبعا، ده كلام محترم جدا، ودي عقلية احترافية رهيبة، خلي طبعا بالك يعني. طبعا يعني مبنية على الشغل، على الاجتهاد، على المرحلة اللي انت فيها، على الاهداف اللي عايز تحققها، صح على احترام الاخر كمان. صح يعني في ناس ممكن ما تبقاش شفت منهم حاجة وحشة زي ما انت قلت، وضع طبيعي. إيه اللي يخليني اخش معاهم في مشكلة؟ صح. ده كلام حلو جدا. طيب، مين اقرب واحد لاشرف بن شرقي في مصر عامة وفي النادي الاهلي دلوقتي؟ في مصر لعيبة في كتير يا كابتن سيد، انت عايز انا لي اولهم. مشكله معاهم، مش عايز اسمي ليه يا عشان ابني؟ انت مش عايز اي حاجه يبقى ليه افضليه، الحته دي صح؟ انا بحاول رشيد، خلينا في رشيد. خلينا في رشيد بس، صح كده. هو اقرب صح واحد رشيد. كلهم والله، عندي اوكي. لعيبه كتير بتواصل معاهم يعني، في كتير كتير يعني. مم. طارق حامد، اوكي. مين زيزو، امام يعني تمام، مستنينا اهو. اه اوكي. جنش الونش، مم. يعني لعيبه كتير يعني. ودلوقتي دايما بيكون عندنا اتصالات مع بعض، حتى ولو احنا بنلعب في فريق تاني غير الفريق اللي هم فيه. طيب، هاخدك بره شويه وبعدين نرجع يعني اكيد للكوره. ماشي. اشرف مش متجوز ليه؟ في ناس بتتكلم عليك ها؟ لا هو الفكرة الزواج يا كابتن سيد مش سهل عشان تاخد قرار تتزوج. هتقول لي انا؟ الموضوع انت في ناس كتير نعرفهم يعني. الزواج بالنسبة لي انا يعني الفترة اللي انا كنت بلعب فيها كورة وانا خرجت صغير من المغرب. اوكي. وانت ايه؟ خرجت صغير من المغرب. خرجت صغير من المغرب. اوكي. يعني كل سنة ونص سنتين تلاقيني في كل بلد، اوكي. عشان انا الاقي البنت دي مم. لازم شوية وقت، اوكي. وانا ما عنديش الوقت كتير. حتى ولو مثلا بطلع المغرب، يعني انا اول شيء بقول لك عايز مثلا اتزوج مغربيه. المفروض ان احنا بقى نقتنع باللي انت بتقوله ده. يعني المفروض ان احنا نقول نقتنع باللي انت بتقوله ده. لا بص، انا عندي وجهة نظر في حتة الجواز. يعني هو دايما كانوا يقولوا الجواز استقرار. هو قبل ما يكون استقرار هو اختيار. صح يعني صح لاعب الكورة اشرف، حياة مش طبيعية، مش عادية. لازم تعيش عيشة لاعب الكورة صح، عشان تكمل بشكل كبير سواء جدا. متزوج ولا مش طبعا، متزوج. طبعا. فانت لما هتختار حد يمشي في طريقك، مش انت اللي تمشي في طريقه. صح النجم او غير النجم. طبعا حابة اتزوج واعمل مم. اولاد كمان، يعني دي حاجة حلوة، بس زي ما قلت لك نصيب، يعني ما جاش في وقت. انا يعني بآمن بحاجة في يوم ربنا هيقول لك البنت دي هي اللي طبعا، هتزوجها طبعا. بس يعني. مقتنع ان انت ممكن تتجوز من بره ال المغرب، ممكن تتجوز من مصر، ممكن تتجوز من طبعا تونس. طبعا طبعا طبعا. طبعا يعني مش شرط انها تكون هي ساكنة في المغرب ولا حاجة، مم. لا. انا بتكلم عن جنسيه عادي. يعني عادي تقدر في العالم كله انت تلاقي متردد؟ انت جنسيات مش الشخصيه مختلفة. المتردده؟ يعني انت ولا لا انسان مش بتاخد مترددة قرار؟ كابتن، والله العظيم مش مترددة، الوقت بيزاحمني. مم.
انا البنت اللي انا نتزوج بها لازم اعرفها، لازم اتكلم معاها، لا يعني نبني يعني علاقة يعني عشان نعرف احنا هنتزوج ليه. طب لو خدت قرار ده، مين اول واحد تقول له؟ مين الشخصيه اللي ممكن تقول لها ان انا خدت قرار ان انا في مشروع جواز واستقرار؟ مين الشخصيه اللي ترجع لها؟ رشيد ولا حد لا، تاني؟ الوالدة والوالد. مين؟ الوالدة والوالد الوالده والوالد. اول شيء. اوكي. اوكي. طب ما بيجيبولكش عروسه مثلا؟ يعني مثلا تيجي تقول لك والدتك انا في عروسه حلوه قوي يا اشرف، انت اه، خايف تتكلم في في الموضوع الكلام ده؟ ده فيه صح. صح بيحاولوا يعني الوالدة بتاعتي يعني كل سنة بطلع على المغرب عايزة تزوجني في السنة اه دي. يا حبيبي اه. هتلاقيني بقى انا خلاص مم. عملت لها حاجة انا قلت لك عشان احنا 14، فانا لما من اول ما وصلت 19 سنه مثلا، كان ابويا الله يرحمه كان يقول لي يا ابني عايز افرح بيك يا عم. لسه اساسا انا لسه عندي 19 سنه. صح صح اه طبعا هم بالنسبه لهم يعني الاستقرار ده مهم قوي صح. بالنسبه لهم وخصوصا طبعا. لما يكون عندك خوفهم ابن عليك يا اشرف. يعني متغرب. اه. متغرب. مم. هي بتقول لي انا لو انت متزوج انا هكون مرتاحة. مم. يعني في حد معاك، يعني معاك عيالك، يعني في اجواء حلوة معاك يعني. طيب احنا بندردش مع بعض وفكين مع بعض قوي. اه يعني انا من واحنا صغيرين بيبقى عندي شويه مواقف كده بتمر بيا، مواقف بحس ان ربنا سبحانه وتعالى عارف اكنه بيدي لك رساله، مساعده اخر مثلا، صح حد وقف جنبي، مواقف انسانيه وانت في الشارع. في اوقات اكن ربنا بيبقى حط حد في طريقك، اوكي، يدي لك مسج انت عايز تفضل فاكرها على طول. صح حصل ده مع اشرف؟ يعني وانت صغير مثلا لقيت حاجه كده غريبه جدا عمرك ما نسيتها خالص على صح النطاق الانساني يعني؟ صح. ايه؟ أنا حصلت لي حاجة وانا مع المغرب الفاس. مم. انت عارف لما بتوصل لفرقة الامل بيختاروا 5 لعيبة. اوكي. تمام. وانا كان في مدرب اجنبي هو اللي ماسك الدرجة الاولى بتاع المغرب الفاس، فريق المغرب الفاس الاول. كان جاي يتفرج فينا، تقريبا كانت اخر مباراة عندنا الفريق الامل كان جايب فيهم 3 جوال. مم. دي القصة انا احكيها لك اوكي. اول مرة احكيها على الملأ. اوكي. بعدها المدرب قال لهم الولد ده مين ومعاكم ولا انتوا ما جايبينه ولا؟ ده ما يعرفش. أو ما يعرفنيش خالص. اه يا. بعدين راح عند المدير الفريق قال له لا اللاعب ده عايزه يطلع يتمرن معايا، وانا عندي بقى 17 سنة. قال له ماشي. يعني بعد بكرة كان عندهم هما اجازة، بعد بكرة رحت اتمرن مع الفريق الاول. والمدرب ده يعني اول تمرينه نعم معاه يعني بيعمل تقسيمات، عاملني مع الفريق الاول. اوكي. انا متفاجئ، حتى اللعيبه متفاجئين لان المدرب اوروبي ده كان واثق في امكانياتي اوكي. كتير كبيره جدا. مشينا معسكر 10 ايام ورجعنا على فاس. خلاص المدرب بيتكلم معايا، اقنعني انك انت هتبقى معايا، واتكلم مع الاداره بقى وتعمل احنا بنقول لك بري كونترا، يعني العقد العقد مبدئي يعني. مم. اي حاجه بتاع النادي، عقد بتاع النادي. اوكي. خلاص ما كلمونيش ولا حاجه. بقيت 3 ايام اول مباراه. مم. 3 ايام دول كلموني الاداره قالوا لي لا خلاص انت بقى مش هتلعب كوره معانا، وخلاص لو عايز تروح فريق تاني روح له. خلاص ده في المغرب ده الفاسي؟ في المغرب الفاسي. اوكي. انا خلاص في الشارع؟ في الشارع بقى ولا بس كنت في المدرسه يعني اوكي. ما لا في الشارع الرياضي يعني؟ في الشارع الشارع الرياضي الرياضي. يعني في كوره بس اوكي. بره. بعدين هم مشوا معسكر في الرباط كده، والمدرب كان عاطيهم لستة انني انا نكون معاهم في المجموعة. مم. راح قال لهم وين اشرف؟ كان واحد اسمه شكيب جيار اللي هو كان حتى هو لي الفضل احب اشكره من هذا المنبر. و قال لهم فين هو اشرف؟ انا عايزه يلعب معايا.
هم قالوا له لا مش يعني هو لسه صغير، واحنا اخترنا اصلا 5 لعيبه اللي هيكونوا معاك ما نقدرش نزوده. قال له لا انا عايزه هو. اوكي. كلمني شاكي بيار، انا قاعد ال3 ايام دي اللي هم مسافرين ما عملتش ولا حاجه في التمرين ولا اي حاجه ولا تمرين. بس انا اقول لك على حاجه، هو طبعا في صوت شونيور وفي صوت معدات وفي كل حاجه، بس ده ما يمنعش ان انت تعلي صوتك برضه شويه. نعلي صوتي شويه. شويه. ماشي اتفضل. ماشي. تمام. اوكي. 3 ايام ما عملتش حاجه. اوكي. بعدين كلمني شاكي قال لي لا المدرب عايزك كده وعامل مشاكل، لازم تلحق علينا الرباط. رحت انا واخد تاكسي على طول على الرباط. لعبت المباراة الأولى، كنت راجل المباراة. اوكي. يعني من زي ما قلت انت من الشارع، أول مباراة راجل مباراة. صحيح. ودي اللي بقول لك عليها، لما تكون انت مآمن بربنا طبعا ربنا فوق كل حاجة، حتى ولو يعني رزقك مكتوب لك هنا مكتوب لك هنا طبعا. حتى ولو جاء أي حد، سبحان الله هذا الراجل اللي جاء من فرنسا ما يعرفنيش ولا أنا نعرفه، كأنه هو كان السبب نفس الرسالة انني انا نكون لاعب معاه في المباريات. من اليوم هذا اول مباراة لي معاهم لحد اخر مباراة لعبتها مع الاهلي ما عادش ولا مرة على الدكة الا لاسباب. دي الرسالة اللي بقول لك عليها. عشان كده انا دايما بتكلم مع اللعيبة ان في وقت الشغل حتى لو ما بتلعبش ثق تماما ان هيجي لحظة او هتيجي لقطة ربنا هيدي لك في وقت هو اللي مختاره لك، مش انت على فكرة، بحدث، بضجة، برصيد، ببطولة. مناسبة البطولات، يعني اغلى بطولة مع الاشرف بن شرقي جوه كانت ايه؟ اغلى بطولة اوعى تقول 2017. لا انت هنا بنتكلم في السد الاهلي وفي قلب الحدث تقولش 2017. دي كانت لي اول بطولة افريقية، اول بطولة 2017 طبعا بالنسبة لي دي حاجة كبيرة، يعني طبعا. هي كانت من الاسباب اللي خلتني انني الناس تعرفني والناس تقول ده لاعب كويس. ومن هنا كانت بدأت المسيرة أشرف بن شرقي الحقيقية، يعني في انتقالات لفرق تانية وكده. يعني كان باب الأول باب مفتوح لأشرف بن شرقي عشان هدف ما بتنساهوش أبدا عليكم برضو يا ابني علينا بقى دلوقتي يا ابني يا ابني الجول بهزر معاك طبعا. الجول اللي أنا ما انساش هو الجول على الترجي. طيب سؤال كده، يعني الوداد والرجاء والاهلي والزمالك، طبعا انت لعبت الديربي ده ولعبت الديربي ده، مختلفين ولا زي بعض؟ لا زي بعض. زي بعض بالظبط، كلهم مجانين كوره. محبين للكوره، مجانين الكوره. اوكي. الاثنين زي بعض. اوكي. طب بطوله اشرف بن شرقي بيحب يعني نفسه ياخدها مع الاهلي؟ ما فهمش السؤال. عيد. بطوله لاشرف بن شرقي نفسك تحصل عليها مع الاهلي. انت خدت دوري الابطال مع الوداد، خدت دوري مع الزمالك، ايه البطوله اللي ممكن تبقى عايز تاخدها مع النادي الاهلي؟ صراحه كل البطولات صراحه. اوكي. دوري، تشامبيونز ليج، كل حاجه. كل حاجه لازم تكون طماع شويه. كل حاجه. انت اللي هتدفع لزوم. معلش ما انا راهن وانت تدفع. لك عادي، ما عنديش مشكله. يعني او احسن حاجه بعملها انا احط السماعه وما اتكلمش. اوكي. مع نفسك. مع نفسي. طيب حضرت رمضان في مصر، في الوداد، في الامارات، في قطر، في اختلاف؟ يعني رمضان في البلاد دي طبعا كلهم بلاد جميله جدا وعزيزه جدا على قلبنا، لكن في مصر يمكن انت مش عارف انت نزلت مناطق شعبيه كمان ولا لا. فحسيت باختلاف في رمضان في مصر شويه ولا لا بالنسبه لك؟ رمضان هنا في مصر جميل جدا. الاجواء حلوه بعد الفطار، يعني تروح تصلي تراويح، يعني حاجات حلوه صراحه. يعني ما فيش فرق ما بين يعني انك تصوم رمضان في مصر ولا في البلدان الاخرى العربيه. يعني هما زي بعض، عندهم تقريبا طقوس غير، هما كل دولة عندها الطقوس بتاعها. ده الاختلاف اللي بيكون ما بين انا واحنا بنلعب مع تقريبا الرجاء. الرجاء طبعا يمكن لعبنا مرة في دور 8 تقريبا من 2-3 كده. حضرت انا رمضان هناك المغرب. حضرته هناك. تراويح جميلة جدا، صلاة تراويح جميلة جدا. ومرة كنا في برضو في رمضان
بس تقريبا في 2017 برضو، بس كان في دور الثمانيه. انتوا خلي بالكم في دور المجموعات، اسف، في 2017 انتم اللي كنتوا لعبنا معانا في في الاثنين. لما لعبتوا معانا كنت في معانا في المجموعه، كنت في معانا في مجموعة، المجموعه. صح. كان معانا لو فاكر انت اسك وزيسكو. صح. ف وانا بصلي التراويح كان في الجامع بالصدفه كابتن عزيز بدرباله. اسمه كابتن عزيز بدرباله عزيز بدربالة، صحيح. طبعا كان بيصلي معانا اه. التراويح. فكان الاجواء برضو جميله جدا. يعني يمكن في مصر مختلفه شويه، احنا شعب زي ما انت عارف كده داخل في بعضه. الناس بسيطه جدا بس وسلسه حلوة. جدا قوي حلوة دي، اي قوي الاشياء الشعبية بقى اللي قوي احنا قوي اللي احنا قوي. بنفتقدها مرة يعني. مم. الناس بنحب في مصر حاجه انا تانية. صراحة بحب الحاجات دي. اوكي. بحب الحاجات الشعبية، وبحب اضحك معاهم واهزر. اوكي. انا لازم تشوفني كده هادي شوية، بس بحب الهزار. على طول. على طول بحب على الهزار، طول. على طول. تحبش النكد انت خالص؟ لا 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 لا، النكد لا. اوكي. شوية هزار، شوية. طيب، كولر اتكلم معاك كتير؟ في مرات تكلم معايا، ويعني اول ما جيت كانت عندي اصابة على فكرة. كابتن اوكي. سيدك كنت عارفة. صحيح. عندي إصابة خفيفة كده. وبديت يعني وبديت أتمرن يعني واحدة 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 واحدة. لما جاء الماتش بتاع الزمالك، جاء اتكلم معايا وقال لي انت لسه بادي معانا في التمرين واول مباراة ولسه راجع من الإصابة، هتلعب معانا واحدة واحدة. قلت له طبعا، انا في اي وقت محتاج ان انا موجود. وكمان نفس الشيء اللي حصل معانا في الماتش الاخير ده، كمان جالي وقال لي انا مش عايز ادخلك يعني على طول، عشان نطمن اكتر على الاصابه بتاعتك، تلعب يعني دقائق اكتر لحد ما، وفي نفس الوقت وانت بتتمرن والدقائق اللي بتلعبها عشان تجيب بيها فورمه. مم. وبعدين احنا هنشوفه على حسب الماتشات. اشرف بيلعب يعني على الاطراف، ساعات بيلعب 9 كمان. صح. في مركز بتحبه معين كده ولا الثلاثه ما فيش مشكله بالنسبه لك؟ الشمال. شمال. اه. ده بحب الشمال قوي، لان انت عارف كابتن ولعبت كوره، بتعرف لما يكون واحد يمين بيحب يلعب، احنا على ايامنا كان العكس. بتيجيك سهله. يعني انت مش نفس انت مثلا بتلعب في يمين، انك بيكون عندك مثلا حل ولا حلين في اليمين. بس لما صحيح. تكون تلعب هنا بيكون عندك حلول كتيره، وتقدر تعمل اي حاجه. الاندماج، يعني انا بقول دايما الشخصيه برضو، يعني طبعا دي حاجات علميه، التجانس، الاندماج. لكن اشرف بن شرقي الزمالك هدف، حرس الحدود هدف، والاتنين في توقيت جامد جدا. يعني الموضوع ده عشان خلفيه انت عشتها قبل كده في مصر، ولا هو ده اشرف بن شرقي؟ لا انا كده والله. مم، كده على طول. انا اعوذ بالله من قولة انا، احنا دائما بنقولوا انا مم. هادي جدا. اي مم. ماتش بدخل لا، ما هو العبه باين اهو خلاص. لا لا الصراحة عادي. أنا زي ما قلت أنت لعبت في مصر وبعرف مم. الدوري. وطبعا لما بتلعب قدام لعيبة محترمة، لعيبة كبيرة بيساعدوك، صحيح. بتصلك كورة كتير، بتلعب معاهم كده. الحمد لله، زي ما قلت لك، التوفيق ده بيجي من عند ربنا يعني. جمهور الاهلي مستني منك كتير قوي. لو هتقول حاجه لجمهور الاهلي ممكن تقول له ايه؟ وأحب أول شيء أشكر جمهور الأهلي على الحب بتاعه، على الحب، الاستقبال الكبير اللي أنا شفته منهم يعني من أول يوم اللي جيت فيه. وأنا عارف أنهم بيحبوني، وإن شاء الله يفضل هذا الحب هذا يعني لحد ما نحقق البطولات ونحقق كل حاجة بإذن الله. ونتمنى يعني أنهم يساندونا في المباريات اللي جاية، ويوقفوا معنا ويشجعونا. يعني الفترة دي محتاجين لهم أكتر. أي حد معنا في الفريق وهم عارفين جمهور كبير بيفهم في الكورة، أنه يوقف معنا ويوقف مع كل لاعب، عشان في الفترة دي إحنا مش محتاجين نعمل أي غلطة أو أي ضغوطات على أي لاعب، كلام جميل. عشان نوصل اللي كلام إحنا جميل. عايزينه إن شاء الله في آخر السنة. اشرف انت لعيب محترم، لعيب ربنا يخليك. تاريخ مشرف الحقيقه في كل الانديه، يعني في كل المواقف، في كل البطولات، في كل الظروف.
لعيب بتراعي مشاعر ناس كتير جدا، وده حاجه جميله جدا في لعيب كره القدم. انا بتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك. كنت منورنا هنا في ربنا بودكاست يخليك. القلعه الحمراء. اول قبل ما ننساش، نحب اشكرك على الاستضافه اول شيء، وحاب اشكر الطاقم اللي معك كمان على هذه الاستضافه الجميله، وان شاء الله نكونوا كنا خفاف على الناس في لا الكلام. انت خفيف قوي، خفيف قوي. انت خفيف قوي، بس في الملعب تبقى تقيل قوي. بس دلوقتي خفيف قوي، خفيف قوي. حبيبي. طيب هنا استاد الاهلي ان شاء الله هيطلع، يعني هي بعد 4 سنين، ده المشروع القائم باذن شاء الله، الله، إن شاء واللي الله. شغالين عليه وشغالين من نار من خلال القلعه الحمراء. ان شاء الله باذن الله تكون هنستضيفك، بس يكون في الملعب داخل جوه باذن الله إن داخل شاء الله الملعب، بإذن الله. وافكرك إن باللقاء شاء ده الله باذن يا الله، رب إن شاء ونكون الله. واخدين بقى بطولات افريقيه وكاس عالم طبعاً الانديه طبعاً، حقيقة إن شاء الله. وميسي بقى تجيبه انت في شوال. عارف يعني ايه شوال؟ لا ما اعرفش. دي شوال عندنا احنا بقى في المغرب حاجة تانية. قصه مش تانية. يا مش اشرف نورتني، حبيبي، ربنا يبارك فيك خويا بيكو. بالتوفيق يا حبيبي. امين يا رب، امين حبيبي. حلقتنا خلصت، لكن كلامنا لسه مخلص. بكره ان شاء الله الرحمن نجم جديد في بودكاست القلعه الحمراء. شكرا.